حتى الإنسان ينسى هويته ويتكلم. المد الوهابي دمر الإسلام. المد الوهابي واقع الحال دمر الإسلام لسبب الحركة الوهابية أكبر حركة أنشئت لتدمير الإسلام، أكبر حركة أنشئت لتمزيق الوحدة الإسلامية. بالوقائع كيف؟ بالوقائع حدثني عن حادثة واحدة أو عملية استشهادية أو عملية تفجيرية أو تصريح لهم أو فتوى حول القدس. حدثني تذكر معي ماذا صنعوا بأهل الطائف، كيف قتلوا أهل الطائف والإحساء، هم سنة، لا تقول لي شيعة، سنة. ماذا فعلوا بأهل الطائف؟ ماذا قال عنهم السيد أحمد زين الدحلان مفتي الشافعي مفتي مكة معاصر لمحمد بن عبد الوهاب؟ قال عنه مارق. ماذا قال عنه أخوه سلمان بكتاب الصواعق الإلهية بالرد على بدع أخوه محمد بن عبد الوهاب؟ أخوه رد عليه، أخوه سلمان بن عبد الوهاب رد على أخوه الدعوة الوهابية. ماذا صنعت الدولة الوهابية ضد الاستعمار البريطاني؟ ألم يكونوا ذراعا استعماريا؟ ألم يكونوا ذراعا استعماريا؟ ماذا قدموا الاستعمار؟ كانت كل الدول العربية تنتفض ضد الاستعمار الفرنسي والإنجليزي والاستعمار الإيطالي. ماذا صنعوا؟ هذا حركة عمر المختار ضد الإيطاليين وكذا وكذا. ماذا صنعت الدولة الوهابية غير التحالفات الأمريكية؟ تحالف إنجليزي سابق واليوم تحالف أمريكي. إذن لا شيء عندهم. التوحيد، الإسلام، الرافضة، المجوس، الكلمات المطاطة، ويخفون تحتهم نجمة داود ويخفون تحتهم أجندة صهيونية لتمزيق المسلمين. اليوم عندما يأتي هذا الإعلام الوهابي ولأي مشهد سياسي مثل كالمشهد اليمني يقول هذه حركة حوثية إيرانية والتدخل الإيراني في اليمن ببداية، اليوم صمتوا عن هذه الأسطوانة، ظهرت مكذوبة يعني كذبة، لا يوجد تواجد إيراني بواقعي موجود في اليمن، فهذه الكذبة ظهرت اليوم لكن هم صمتوا عنها. التواجد الإيراني حتى أول أحداث في اليمن قالوا سنقاتل واليمن مستهدفة واليمن الإيرانيين وسنسحق المجوس وستكون مقبرة للمجوس. تمثيل تمثيل تمثيل. راحوا وحاولوا أن يشحنوا الشارع العربي والشارع الإسلامي طائفيا، وفعلا نجحوا في التأزيم الطائفي وصار الاقتتال، والناس بدأت تتشفى بأن اليوم سنقاتل الإيرانيين أين؟ في اليمن. بالتالي أين الإيراني؟ هل الطفل الذي مات تحت الإنقاذ إيراني؟ وإن كان إيرانيا، إن كان إيراني ليس بشرا؟ يا أخي عقليات سخيفة. هذا هو الفكر الوهابي اليوم يدمر الفكر. يصدر إلى الكويت مثلا طبعا في كل مكان. اليوم شارع المزاج الكويتي مزاج وهابي. الكويت نحن يعني مستاءون جدا من قضية الغزو الوهابي في كل كتب، في مناهج التعليم، في أفكارنا، في منابرنا، في كتبنا، في مكتبات هناك دعم كبير للكتب الوهابية، لكتب محمد بن الوهاب، وهي كتب قمة بالتكفير. خذ على سبيل المثال، أنا قلتها في لقاء سابق، كتاب التوحيد الذي يتباكون هذا الإمام المجدد أي تجديد وهو لم يطلق طلقة حول فلسطين، أي تجديد وهو لم يسير جيش لفلسطين، أي تجديد وهو أول خارجي في الإسلام. محمد بن عبد الوهاب أول خارجي، وهو رأس وهو الأب الروح لداعش. أول من خرج على الدولة الإسلامية العثمانية محمد بن عبد الوهاب، وقالها في كتاب الدرر السنية حين قال بأن الدولة العثمانية كافرة والنظام فيها كافر، طبعا مو نظام بما معنى الكلام، والنظام والخليفة، أليس هذا تكفيرا؟ من أعطاك أنت صك الغفران ومن أعطاك أنت التحدث أو لك أعطاك الدور أو تتكلم؟ ما هي قيمتك؟ فإذا بنيامين نتنياهو معه حق لما بيقول بالكنيسة لولا إسرائيل لجاء متعصبو الإسلام ودمروا الأماكن المقدسة كما يفعلون في أرجاء الشرق الأوسط. صدق هذا النتن، صدق مع الأسف، صدق. والدليل على ذلك انظر إلى بيت سيدنا رسول الله اليوم في المدينة المنورة يحول لحمامات عمومية. ماذا فعلوا بالبقيع؟ ماذا صنعوا في بيت عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة؟ مكتبة عامة. وأين قلاع خيبر؟ حدثني عن قلاع خيبر، شامخة في أراضي نجد. هذا سلوك الوهابية. انظر تطابق داعش والوهابية، تطابق كاملا بالتكفير، بالتفجير، بالقتل. لما تقرأ في كتاب تاريخ نجد لابن غنام وهو يتحدث بأنهم قتلوا إمام مسجد سني الشيخ عثمان بن معمر، قتلوه وهو يصلي في المسجد، أليست أخلاق داعش؟ هذه أخلاق الوهابية. هذا إسلام؟ هذا إسلام؟ وتزمر للمحور الإيراني الشيعي في المنطقة. لا. هل تميز نفسك؟ عم تقول أنا مميز كرمال تكسب مثلا؟ شو هدفك من هذا الموضوع كله؟ أنا هدفي دعم محور المقاومة. أنا لست شيعيا ولست مع إيران ولست مع أي نظام الأنظمة، حتى حزب الله
مع كل احترامي ومحبتي لك حزب مقاوم بطل، ولست مع حماس أو الجهاد أو أي حركة، أنا رجل عربي مسلم أحترم الجميع وأحب الجميع من كل المذاهب والديانات، أتفق مع هذا النظام وذاك النظام وهذا الحزب بمسائل وأختلف معه في مسائل. حتى الإيراني أنتقد وأتكلم وهم رحبين جدا الصدر ويستمعون المشاكل. فقضية انتبهت، هم رحبي الصدر ويستمعون، ولكن الآخرين ليسوا رحبي الصدر ولا يستمعون. يا سيدي العزيز هناك عدوان، تريد أن أجامل في العدوان؟ لا نجامل في العدوان، أنا أتكلم من ناحية عقدية. اليوم المشكلة هذا التقسيم، اليوم كان نلعب مباريات، اليوم الطرف الإيراني بمعنى أني أقبل كل ما تأتي به الجمهورية الإيرانية، لا تعنيني الجمهورية الإيرانية، أنا لست إيرانيا، أنا كويتي، ولائي للكويت وبيعتي لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولائي لدولتي، ولا علاقة لي بأي نظام الأنظمة، ولكني في المقابل عربي، سفير القضايا العربية وسفير النوايا العربية، وأنا مع وحدة الشعوب العربية وأيضا مع حقوق العرب والمسلمين بكل المذاهب. عندما يكون ظلم هناك خط على طائفة، اليوم لا استطيع أن أقول كل الطائفة الشيعية مجرمة لأنها توالي إيران. من قال توالي إيران؟ أتعرف أن أهل القطيف والإحساء عرب قبل وجود إيران وقبل وجود الدولة الشيعية الإيرانية، وبالأساس دولة سنية 300 سنة، إيران سنية 300 سنة، دولة شافعية سنية وفيها يهود وفيها كل الأعراق موجودين اليوم. أهل القطيف أساسا والحوزة أقدم حوزة شيعية موجودة في القطيف وهم عرب أقحاح. تقول هؤلاء ولاهم لإيران. من صدر هذا الكلام؟ الإعلام العربي يصر. اليوم الحوثيين عرب أقحاح. اليوم من يعرف المزاج اليمني والزيدية، الزيدية أساسا مذهب لا يتفق مع المذهب الاثنى عشري وهم عرب، والقومية العربية لا تلتقي عادة مع القومية الفارسية أو العثمانية التركية أو الفرنسية، يعني متعصبون كلهم متعصبون. إذا ما المشكلة؟ لا، أنا أريد أن يعني أحاول ألبس هذا الطائفية وهذه الطائفية ألبس الاسم السنية والشيعية